يمكن عمرك كله اتقالك إنك لازم تبقى لطيف، لازم تقول حاضر، لازم تحط الناس كلها قبل نفسك. لكن الحقيقة إن ده أكبر سبب إنك تعبان ومش عارف تحقق اللي عايزه. طول ما أنت عايش عشان ترضي الكل، عمرك ما هتلاقي وقت ترضي نفسك. لازم تفهم إن اللطف الزايد بيخلي الناس تستغلك، بيخليهم ياخدوا منك كتير من غير ما يحترموا وقتك ولا أحلامك. لو عايز تعيش حياة حقيقية، لازم تتعلم تقول لأ. مش عيب إنك ترفض حاجة بتضرك، مش عيب إنك تحط حدود واضحة مع الناس، مش عيب إنك تحط نفسك الأول. الأنانية هنا مش معناها قسوة، الأنانية معناها إنك تفهم إنك مش هتعرف تساعد ولا تحب حد بجد طول ما أنت مش مهتم بنفسك. الناس اللي بتحبك هتحترم حدودك، واللي بيزعلوا لإنك قلت لأ هم في الحقيقة ما كانوش بيحبوك، كانوا بيحبوا مصلحتهم عندك. الحياة صغيرة جدا إنك تضيعها عشان تعيش بشروط غيرك. أبطل ترضي الكل، وأبطل تعتذر عن نفسك، وخليك أناني بالطريقة الصح. حط نفسك في الأول، طورها، أم بيها، لأن لما أنت تبقى قوي وسعيد، وقتها هتعرف تبقى مصدر قوة وسعادة لكل اللي حواليك. أبطل تكون لطيف زيادة، لا تكون حقيقي، لأن اللي عايش عشان يرضي الناس بينسى يعيش لنفسه.